السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله بنستكمل سلسلة الجرامر اللي تخص المستوى الأول A1. النهاردة معانا الحصة اللي فاتت خدنا تريمبارا فيربن اللي هي الأفعال اللي بتتفصل، وعرفنا إن إحنا بنعرفه من خلال المقاطع، إن لما أشوف الفعل أوله المقاطع دي خلاص فأنا بقوم فاصل المقطع وأحطه في آخر الفعل. تمام كده؟ طيب، هنا untrennbare Verben اللي هي الأفعال المتصلة اللي مش بتتفصل، اللي هي غير يعني. تمام، يبقى دي برضو بعض مقاطع لازم نبقى عارفينها. لما بتيجي في أول الأفعال بعرف إن الفعل ده متصل. يعني إيه متصل؟ يعني مش بيتفصل. طب ده بعمل بيه إيه؟ ولا أي حاجة، بيتصرف زيه زي أي فعل عادي. تمام كده؟ يبقى الفعل المتصل ده اول لما بشوف المقاطع دي في بدايه اي فعل بعرف ان هو متصل، ما بعملش فيه اي حاجه غير ان انا بصرفه زيه زي اي فعل عادي خالص، ما بيحصلش فيه تغيير. طب ايه فكرته؟ ان هو برضو لما المقاطع دي بتخش على الافعال بتغير من ترجمتها، بتدي معنى تاني. تمام كده؟ الافعال المتصله دي بيطرأ عليها تغييرات، ولكن مش هنا في زمن الماضي، وده ان شاء الله هنتعرف عليه في خلال المحاضرات اللي جايه ان شاء الله. ولكن في زمن المضارع البريزنز فاحنا ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا بنتصرفه زي اي فعل وخلاص. تمام كده؟ طيب تعالوا نتعرف على الايه المقاطع دي. زيلبن ب ا ام سير فير مس über ent unter wieder ge ihren. كل المقاطع دي كلها ما عدا الاخير اللي هو المقطع ايغن، كلهم بيبقوا في اول الفعل. تمام كده؟ ولكن المقطع ايغن بيبقى في اخر الفعل. يعني انا الفعل لو بينتهي بالمقطع ايغن ده برضو بالنسبه لي اونترنباخ. تمام كده؟ طيب، عايزين يعني نشوف امثله على الافعال دي. فعل bekommen empfehlen missverstehen übernachten unterbringen wiederholen passieren. تمام، دي افعال متصله. تمام، طيب نشوف أمثلة عشان الدنيا توضح أكتر. نمرة 1، ich bekomme ein Baby، يعني أنا هحصل على طفل. يعني اللي هو إيه مثلا؟ ده لو ست بتقولها يبقى إيه؟ هتولد. لو راجل بيقولها اللي هو يعني إيه؟ هيجي له طفل يعني قريب. تمام. نمرة 2، ich möchte meine Aussprache verbessern، يعني أنا عايز أحسن نطقي. تمام كده؟ فعل verbessern نوت بيبدأ بالمقطع فعل. تمام. نمرة 3، ergänzen Sie die Lücken، يعني أكمل الفراغات، فدي فعل ergänzen بيبدأ بالمقطع er. نمرة 4، er muss die Verantwortung übernehmen، أنا بقول لك هو المفروض يتحمل المسؤولية أو يجب عليه أن يتحمل المسؤولية، وده فعل übernehmen أوله المقطع über. تمام كده؟ نمرة 5، warte auf mich ich wiederkomme، يعني أنا هرجع تاني. بقول لك استناني استناني، أنا إيه؟ هاجي تاني يعني، أو سأعود مرة أخرى. هنا فعل wiederkommen بمعنى يعود مرة أخرى. تمام. نمرة 6، wir organisieren eine Sportveranstaltung، يعني إحنا هننظم حدث رياضي أو مهرجان رياضي. هنا فعل organisieren انتهى بالمقطع ihren. نمرة 7، die Kinder zerstören viele Sachen immer، بقول لك ان الاطفال بيكسروا او بيحطموا، يعني اللي هو بيكسروا يعني اشياء كتير دائما. تمام كده؟ هنا الفعل zerstören بدايته المقطع التاسع. نمرة 8، wir können unsere Fähigkeiten entwickeln، احنا نستطيع ان احنا نطور مهاراتنا. دي كانت في عجالة unseren Paraverben اللي هي الافعال المتصلة. لازم طبعا تبقى عارف المقاطع دي وتذاكرها كويس. طبعا لازم تحفظها عشان تعرف هتتعامل مع الفعل ده ازاي، ان هو مش متصل مش منفصل يا ربي، ولكن هو فعل متصل وبتعامل معاه زيه زي اي فعل تاني. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.